السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول كلامنا وخير الكلام صل على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضى بها عنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم ارحمنا وارحم مشايخنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغ آباءنا وأمهاتنا سلاما منا ورحمة منك. اللهم فك كرب المكروبين وسد دين المدينين وارزق كل عقيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم القدس في حفظك وأمانك. اللهم القدس في حفظك وأمانك. اللهم القدس في حفظك وأمانك. اللهم رد القدس إلى أهله. اللهم اغفر لشيخنا وإمامنا الشيخ الجليل الفاضل الشيخ أسامة محمد حمزة رحمة الله عليه وغفر له وجعل مأواه الجنة إن شاء الله. والحق وربنا يلحقنا به هو النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المسلمين في أعلى الجنان يا رب العالمين. آسف اتأخرت عليكم فترة كبيرة بسبب ظروف المرض، قسطرة في القلب ودوار حركي. شفانا الله وإياكم وأشفى كل مرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. حلقتنا النهاردة حلقة جديدة، وبعضمة لسانه فضح نفسه وكشف المستور، كشف اللي بنتكلم فيه بقالنا سنتين، كشف موضوع المنشطات. إن كان على قناتنا الموجودة دلوقتي أو قناتنا اللي اتقفلت فايف سيستر من جديد، راجعوا الفيديوهات هتلاقونا اتكلمنا عن المنشطات. اتكلمنا ان الزمالك وهو بيلعب في افريقيا حاجة، وهو بعد ما بيخرج من افريقيا حاجة تانية خالص. لعيبة بتجري لو قعدت تلعب 10 ايام ورا بعض هتفضل مكملة جري. لعيبة زي الرهوانات في الملاعب، بس في افريقيا حصالة. في افريقيا بيخسر كل اللي بيلعبوا. ازاي فرقة بالشكل دوت ما تحققش ولا فوز في بطولة افريقيا اللي فاتت في دور المجموعات؟ 6 مباريات ما يحققش فيهم مكسب واحد، يخرج بنقطتين بتعادلين واربع هزايم، يتاخد من الترجي رايح جاي وقبليه من الوداد رايح جاي. فرقة فاضية عملها اعلام مسعور بقيادة مرتضى منصور. فرقة فاضية عملها اعلام ضلالي بقيادة مرتضى منصور. فرقة فاضية عملها تحكيم عار بقيادة مرتضى منصور. فرقة فاضية عملوها بكل المساعدات بكل المجالات في منتهى في كل الدولة. طلع بلسانه وقال فتوح عبد الله جمعة جريوا عشان المنشطات عشان مش عارفين حشيش وبتوع نسوان. يا أخي ده إذا بليتم فاستتروا. ده سبحان الله من أنطقك بلسانك في وقت الغفلة. بلسانك أنت طلعت واتكلمت. بقالنا سنين بننبح في صوتنا. لعبت الزمالك، في الزمالك من غير افريقيا حاجة تانية خالص. دوري المصري مليان منشطات. الفرق اللي ما بتاخدش منشطات الفرق اللي بتشارك في افريقيا. كل فرق الدوري الباقية بتاخد منشطات، ان كان حشيش، ان كان ماريجوانا، ان كان بانجو، ان كان ترامادول. وان شاء الله ترامادول هيتحط من بداية الموسم الجديد على قائمة المنشطات عشان في ناس كتيرة بتاخده. ارجعوا الاهلي وقت ما اشترى عبد الله السعيد. اول ما عبد الله السعيد جه النادي الاهلي اول 3 4 سنين كان في فجوه بعيده جدا عن المستوى اللي ظهر عليه بعد كده. الجسم على ما بيتخلص من اثار المنشطات بياخد له سنتين. واسالوا حمد ابراهيم مدرب الاسماعيلي مساعد ايهاب جلال، واسالوا مختار عن حط المنشطات في الرز، ويصر ان اللعيبه تاكل الرز، بلاش تاكل اللحمه وكل الرز. اسالوا لعيبه كتيره عشان تظهر بمستويات عاليه بتعمل ايه.
من ساعة ما الوادة حطت عينها على الدوري المصري وجات لجنة المنشطات، واعرفوا من السنين اللي فاتت كل فرقة بتبقى دافعة 100,000 جنيه عشان خاطر تحليل المنشطات. كان بيجي لك في ماتشين بس للفرقة بياخد فيهم تحليل المنشطات وباقي الدوري السلام. وكان وقت ما بيجي كان بيبقى جاي في وقت افريقيا اللي اللعيبه دي ما بتكونش واخده منشطات، وما كانش بيعمل تحليل منشطات غير للفرق الكبيره وبس، وما كانش بيجي ناحيه الفرق الصغيره. طبعا عشان عندنا منظومه فاسده، منظومة رياضية فاسدة، الفساد استشرى فيها. بيعملوا المحاولات بكل الطرق وبكل السبل عشان يطلعوا عينة عبد الله جمعة واحمد فتوح سلبية. وطلع من كام يوم مرتضى منصور وقال اللعيبة جت وعملت العينات وبعتناها برشلونة تتحلل. الوحيد اللي قال الكلام ده هو مرتضى منصور فقط لا غير. مفيش اعلامي طلع واتكلم. منظمه الصحه ما طلعتش ولا قالت ان لعيبه الزمالك اتاخد منهم المنشطات. لو كانوا عملوا التحاليل بتاعه المنشطات 3 مباريات على التوالي فتوح وعبد الله جمعه خارج السكور مع انهم في المدرجات. كانوا موجودين في المدرجات النهارده بيتفرجوا على هزيمه بيراميدز وخروجهم من كاس مصر. بتلعب كاس مصر مباراة قبل نهائي بدون باك شمال، بتلاعب عمر جابر شوية والمسلوسي شوية وعبد الشافي ربنا يديله الصحة شوية. جابها شمال فاضية، جابها يمين فاضية، قلب دفاع فاضي، وسط ملعب مهاجمين على ما تفرج. ويأتي الألم الكبير من أحمد سيد زيزو، اللعيب اللي من غير منشطات بقى باين عليه تأثر المستوى. هو ده احسن لاعب في الدوري الموسم اللي فات واللي قبليه. بس لما تيجي تبص على الموسم اللي فات، بص على الموسم اللي فات المطوشه اللي بعد ما خرجت من كاس افريقيا، والموسم اللي قبليه بص على المطوشه اللي بعد ما خرجت من كاس افريقيا. شوف زيزو كان متفوق امتى وكان ميت امتى. الميت صحي من تاني ولا لسه؟ اطلعوا وروحوا شوفوا القرد بيتنطط ولا بطل تنطيط. الزمالك فريق المنشطات باعتراف مرتضى منصور، الزمالك فريق المجاملات باعتراف مرتضى منصور. سبحان الله، قاعد طالع بتشتم في طوب الارض، ما سبتش واحد ما سبتلوش، وفي الاخر ربنا جاب وقوع الزمالك على ايديك بلسانك انت بعظمة لسانك. طلعت وقلت لعيبه بتحشش بتاعت نسوان. ربنا يفضحكوا كمان وكمان، ربنا يفضحكوا كمان وكمان على كل البلاوي اللي عملتوها في البلد. ربنا يفضحكوا كمان وكمان على ايديكم اللي ملوثه بدم الجماهير. ربنا يفضحكوا كمان وكمان على الفتنه اللي قاعدين تعملوها بين الجماهير. ربنا يفضحكوا كمان وكمان على الملأ الاعلى في يوم الدين. ربنا يفضحكوا كمان وكمان على كل المستويات. الفضيحه اللي جايه فضيحه دوليه لمصر. راح وقعد مع اشرف صبحي عشان يشوف حل لمشكله المنشطات. قال لابو برنيطه ما اقدرش اجي جنبه، ابو برنيطه يحطني كلبوش، ابو برنيطه هيعمل مصر ممنوعه دوليا من التحاليل ويحطنا دوله محظوره بسبب تعاطي المنشطات. ما تنسوش موضوع منشطات رفع الاثقال اللي الاعلام ترمخ عليه وسكت عليه. مرتضى منصور لما جه ما بقاش عارف يقدر يوقف فرقة الكورة ازاي، واتجه وبص لفرقة الكورة بكل الاتجاهات ونسي كل الالعاب التانية. والزمالك في كل الالعاب بياخد على قفاه، سلة طايرة يد. لسه اليد الزمالك واقف على رجليه شوية في اليد، بس عنده ماتش مع الاهلي بعد كاس العالم هيبان الاهلي الجديد هيعمل ايه في الزمالك القديم. بعد خروج لعيبه من الزمالك كتير احترفت بره، يحيى الدرع وسيف الدرع اللي انتوا عارفين جبتوهم الزمالك ازاي ومنعتوهم من التواجد الاهلي.
في الاهلي. كريم هنداوي اللي خدتوه من الاهلي ومنعتوه من التواجد في الاهلي. لعيبه كتيره كنتوا بتمنعوها ان هي توصل لاي، تروح تنتقل للنادي الاهلي وتروح لاي نادي تاني. بس الاهلي الوقتي مصحصح لكم اكتر من الاول. طايره خدناكم رايح جاي 3-0 و3-1. كاس السوبر في الطايره سيدات، اول كاس سوبر في الطايره سيدات الماسترز الاهلي الاول بعد الفوز على الصيد. فين فرقه الزمالك اللي اتكونت بالملايين بعد ما خدتوا 5 لعيبه من النادي الاهلي جبتوهم الزمالك؟ فين اللي انتوا عملتوه بيهم؟ نيجي بقى ونقول باتشيكو النهارده في المباراه، دخل المباراه قدام الزمالك، هدف في الدقيقه الرابعه للزمالك برأسيه حسام عبد المجيد، افضل لاعب الزمالك في اللقاء. رأسيه حسام عبد المجيد تحرز الهدف الاول. طرد في الدقيقه 11 لعلي جبر، اول مسمار كان موجود في نعش فريق بيراميدز خرج بالكارت الاحمر. تاني مسمار كان موجود في فرقه بيراميدز خرج في الدقيقه 14 عبد الله السعيد. من ساعه ما عبد الله السعيد خرج وعلي جبر اتطرد، بيراميدز فرقه تانية والزمالك بان انه فرقه فاضيه. قدر بيراميدز اللي ب10 يصمد قدام الزمالك 120 دقيقه، وقدر انه يتعادل في الدقيقه 55 ويوصل لوقت اضافي ويخلص الشوطين الاضافيين. ووقت اما الزمالك احمد الشناوي معرفش جاب التألق وصد الكرة دي منين، الكرة اللي قعدت رايحة جاية جوه ال 18 في الاخر راس من حسام عبد المجيد في اتجاه المرمى، يطير الشناوي بايديه الشمال ويطلعها. بدأ الزمالك ضربات الجزاء، واول ضربة كان زيزو المتألق داخل يشوطها وكنت متوقع اضاعتها. اللاعبين اللي توقعت ان هم هيضيعوا ضربات الجزاء زيزو وشيكابالا في هذا اللقاء. من بيراميدز ما كنتش متوقع ان في اي لعيب هيضيع ضربة الجزاء. عواد تقريبا شمهورش كان قال له روح على اليمين في كل ضربة، ما صدش ولا ضربة ولا راح غير في ضربة واحدة كانت على يمينه، الضربة بتاعت فخر الدين بن يوسف. الضربة التانية الروج راح معاها في نفس الاتجاه، بس هو كان فخر الدين بن يوسف حاططها على يمين احمد الشناوي. خلص اللقاء والمجزرة فتحت، وقلة الأدب وطول اللسان شغال على قناة الزمالك. قناة الزمالك بقت قناة اللي عايز يتعلم قلة الأدب يتفرج عليها. خلصت حلقتنا، ما خلصتش أخبارنا. استنونا بكرة في حلقة إن شاء الله إذا ربنا أراد وقدرت إن أنا أصور الفيديو. والله الفيديو دوت بقالي 3 أيام عايز أصوره بس مش قادر، بدنيا مش قادر نهائيا. يمكن الفيديو دوت صورته في 3 ساعات على ما خلصته. شكرا ليكم، السلام عليكم. متنسوناش من الشير واللايك والسبسكرايب، واستنونا بكرة إذا ربنا أراد وكان لنا عمر وكان عندي المقدرة إن هطلع لكم في لايف ساعة مباراة الأهلي وسموحة، وفيديو بعد مباراة الأهلي وسموحة عشان أقول لكم أخبارنا إيه وأخبار الأهلي إيه، وكهربا هيعمل إيه في مباراة بكرة هو وكريستو إن شاء الله، واستعدادهم لدخول قائمة فريق النادي الأهلي في مباراة الزمالك اللي هتكون مباراة نارية سقرية بنتيجة كبيرة جدا عشان نعوض خسارة كأس مصر اللي خسرناه السنة اللي فاتت 2-1، ونعوض خسارتين الدوري، ونروح نلعب في كأس العالم للأندية واحنا مع فريقنا عن الزمالك ب8 بونت. لا، هيكون الزمالك وقع ماتش غزل المحلة اللي بعديه كمان. السلام عليكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.